هاي الطريقة لتحضير القراص بعجوة أو معمول الطحين ما في أسهل وما في أبسط منها. هي بس شوية حركات يعني أو تكات صغيرة لازم ننتبه عليها، وحناخد أطيب وأنجح معمول حتحضروه على العيد إن شاء الله. أول شي بدنا نحضر مع بعض التبليعة، كوب من السكر عليه كوب من المي، والمي يعني خلوها تكون بدرجة حرارة الغرفة أفضل. وحضيف مع السوائل 4 ملاعق طعام من القطر، والقطر السميك أنا مشاركتكم طريقته بفيديو سابق على عيد الفطر حضرناه مع بعض. هلأ حبلش حركهم مع بعض وبحاول دوب السكر شوي بقيمة على جنب، وبروح للمواد الجافة. في عندي كيلو من الطحين رح نخله، ومثل ما قلت لكم من قبل بالفيديوهات السابقة يعني كل هاي الأنواع الحلويات أنا بنخل المواد الجافة تنخيل مشان أتأكد إنه يعني الطحين ما فيه أي حبيبات يعني. وكمان ممكن أحيانا الطحين يكون فيه شوائب، فهيك بتأكد إنه كل شيء يكون ناعم مشان آخر شيء آخذ كمان قوام المعمول يكون ناعم. هلأ هون ضفت عليه نصف كيلو من السمنة، وطبعا السمنة كل ما جبتوا طعمها أطيب كل ما كانت عندكم لسه المعمول أطيب وأطيب. أنا بحب ضيف للقراص بعجوة شوية محلب، وهذا شيء اختياري طبعا، فيكم تضيفوا، في كتير ناس ما بتضيف محلب بس أنا بحب طعمته طبعا. ضفت لها ملعقة صغيرة بس هيك للتنكيه من المحلب، وببلش بدعك العجينة بهي المرحلة كتير منيح لحتى تصير بهذا القوام، يعني بعجن عجن. هلأ هون بعد ما أخذت الطحين والسمنة بعضهم حبلش نزل التشريبة يلي حضرناها أو التبليعة. مثل ما انكم شايفين بعد ما بنزلها أبدا ما بدنا نعجن بهي المرحلة طبعا، وهي الشغلة الخطوة كتير ضرورية. شوفوا حلم العجينة لم على بعضها بإطراف أصابيعي، حبلش حركها ودورها من فوق لتحت. أول شي بتحسوا إنه ما حتاخد العجينة كل المواد السائلة، بس لا شوي شوي حتشوفوها شربت كل المكونات وصارت بهذا الشكل. شوفوا إذا كورتها بين إيدي ما بتلزق على إيدي، بس هي يعني طرية العجينة كتير. حغطيها ودخلها على البراد لحتى تتماسك، أنا تركتها ساعتين بالبراد. هلأ هون بعد ساعتين طبعا أنا حضرت الحشوات العجوة والفستق الحلبي، وهلأ بصير باخد قطعة من العجينة وبشتغل فيها وبرجع الباقي على البراد مشان أتأكد إنه دائما عندي العجينة باردة. هلأ هون بلينها بين إيدي لحتى تطرى، وطبعا لازم نشتغل شوي بسرعة لأنه الدنيا هلأ صارت شوب. فبلش باخد قطعة من العجين بكورها بين إيدي وبحفرها، ومثل ما نكون شايفين بحط قطعة العجوة أو التمر. وبعدين القالب أنا استخدمت هدول القوالب، بحط لهم رشة كتير بسيطة من الطحين، أبدا يعني لا تغرقوا القالب بالطحين، بس رشة كتير بسيطة وحيطلع معكم بهي الطريقة. وكل الأشكال طلعوا عن جد بياخدوا العقل، والعجينة يعني بيرفكت ولا غلطة. هلأ هون أنا كنت محمية الفرن على درجة حرارة عالية 250 أعلى درجة عندي. بدخلهم على الرف الوسط، وأول ما بياخدوا لون ذهبي برفعهم على الشواية مباشرة، بس هيك ياخدوا لون بسيط وفورا بطلعهم. يعني بدكم تراقبوا القطع مشان ما ياخدوا لون زيادة، أول ما بيتحمروا فورا بتطلعوهم. الفستق ساويتهم بنفس الطريقة كمان، مثل ما نكون شايفين. ويفضل إنه ما تخلوا العجينة سميكة فوق الحشوة، أول شي مشان تحسوا بطعم الحشوة، وتاني شي لأنه ما بياخد وقت طويل بالفرن فمشان تستوي معكم العجينة كمان. وهي الفستق كمان بنفس الطريقة ساويتهم. شوفوا ما أحلاهم هدول القوالب بياخدوا العقل، عن جد بنصحكم تستخدموهم أحلى من الخشب بكتير. القوالب الخشب إذا ما كانوا جوز أصلي كتير بيعذبوا بالشغل، بينما هدول اللي بيجوا على بلاستيك وبتحسوا سميك عن جد بيجننوا بالشغل، أنا كتير حبيتهم. وبس هيك صاروا عنا جاهزين، وبتقدمون طبعا أول ما بيطلعوا من الفرن بتركن لحتى يبردوا تماما وبصيروا جاهزين. يعني الطعم ولا أطيب. إن شاء الله تجربوا هي الطريقة وتعجبكم. ألف صحة وهنا لكم إذا جربتوها.